لو رجعت بيت أهلك بعد سنين غياب وأمك قالت لك ما كانش ينفع تيجوا هنا أصلا، هتعمل إيه؟ هل هتمشي ولا تكمل لحد ما تكتشف إن الشر مش دايما جاي من بره البيت، أحيانا بيبقى مستنيك جوه؟ لو عاوز تعرف حكاية البيت بتاع النهاردة اضغط على الإعجاب واشترك بالقناة وتابع معايا الملخص. الفيلم بيبدأ في مزرعة ريفية هادية، ست عجوزة قاعدة جنب الشباك بتخيط وبتغني لحن واطي، كل حاجة شكلها طبيعي لحد ما صوت زجاج بيخبط في الحظيرة ويكسر الهدوء. بتقلق وبتمسك فانوس وبتدخل تشوف اللي بيحصل. الحيوانات جوه متوترة فبتهديهم وترجع تاني لزوجها المريض على السرير. بعد شوية في نفس الليلة وهي بتكتب في مذكراتها صوت عواء ديب من بعيد يقطع الصمت. في الحظيرة الحيوانات باصة في الضلمة وفجأة الزجاجات المتعلقة تبدأ تتهز بعنف ولمحة سريعة لشكل شيطاني غامض تظهر وتختفي وكل حاجة تسكت تاني. تاني يوم الصبح الست العجوزة بتقطع خضار في المطبخ والكرسي وراها بيتحرك لوحده، تلف مفزوعة والمشهد يتقطع. يبقى صباح يوم الاثنين بنتها لويس توصل المزرعة علشان تزور أبوها التعبان، وأول ما تدخل أمها تستقبلها ببرود وتقول لها إن أخوها مايكل وصل من شوية. بعدها تحذرهم الاثنين إن ما كانش ينفع يجوا المكان ده من الأساس. بعد كده لويس تلاقي مايكل بره مع راجل عجوز اسمه تشارلي بيصلحوا حاجة. بالليل العيلة تقعد على السفرة، سكوت والجو تقيل. لما مايكل يحاول يطيب خاطر أمه تنفجر فجأة من الغضب، ولما يسأل عن الدكتور تصر إنهم عارفين الحقيقة وتطلب منهم يمشوا، وبتمشي هي وهي متعصبة. في نفس الليلة الأخوات يقعدوا مع بعض يحاولوا يقربوا من بعض تاني ويتكلموا عن أهلهم وبعدهم عن بعض. مايكل يقول إنه ناوي يقعد أسبوع ومش هينفع يسيب أمهم لوحدها. لويس تعترف بهدوء إنها حاسة بالذنب علشان ما عبرتش عن حبها كفاية، لكن مايكل يتجاهل الموضوع ويعرفها إن كل حاجة تمام. بعدها بوقت لويس تقفل باب البيت وتدخل المطبخ تشرب مية. البيت هادي والباب يتفتح لوحده بالراحة. تقف مترددة وبعدين تروح تقفله. في ثانية حاجة سودة غامضة تلمع في ركن الأوضة وتختفي فورا. تبص ورا وما تلاقيش حاجة، تقفل الباب تاني، تلف تلاقي أمها واقفة وراها. لويس تقول إن أكيد الهوا اللي فتح الباب، بس أمها شكلها مش مقتنع. بعد شوية مايكل يقعد على الترابيزة بيخلص ورق وأمهم في المطبخ بتقطع خضار، وبدون مقدمات تبدأ تدندن نفس اللحن. مايكل يطلب منها ترتاح لكنها تصر إنهم لازم يمشوا وإن في حاجة غلط. لما يسألها تقصد إيه تسكت وتمشي. تفضل لوحدها وترجع تكمل تقطيع. فجأة صوت الكرسي بيحك في الأرض وراها، الصوت يوترها، تبدأ تقطع بسرعة وأنفاسها تعلى، وفي غلطة مفاجأة السكينة تتغرس في صوابعها. تقف مصدومة لحظة وبعدها تنهار وتعيط وإيدها بتترعش والدم سايل. مع صباح يوم التلات المطبخ كان غرقان دم وسكون تقيل. صوابعها المقطوعة لسه على الترابيزة، ومايكل ولويز يجروا في البيت ينادوا على أمهم لحد ما لويز تلاقيها متعلقة في الحظيرة. تصرخ وتنادي مايكل وهو يجري عليها. لويز تطلع على حوض الاستحمام وتقطع الحبل ومايكل يمسك جثة أمه. يوم الأربع البيت بقى فاضي، أمهم راحت والحزن مسيطر على مايكل ولويز، وحتى جارهم تشارلي مصدوم لأنها كانت صاحبة أمهم الوحيدة في المكان المعزول ده. بعد شوية ممرضة الأب توصل وتقول لهم حاجة مقلقة. أمهم كانت بتكلم نفسها كتير لأن مفيش حد يسمعها. لما لويز تسألها كانت بتقول إيه، الممرضة تعترف إنها عمرها ما فهمت الكلام، بس دايما حاسة إنها مش بتكلم جوزها، كأنها بتكلم حد تاني خالص. الشعور بالذنب يطارد لويز فتقرر ما تنامش الليلة دي. تقعد جنب أبوها تراقب نفسه التقيل في الضلمة. بعد كده تلف في استوديو أمها القديم ولسه في ريحة دهان وتراب. في الركن تلاحظ مانيكان متغطي بقماشة بيضة، لما تشيلها تلاقي فستان فرح متفصل ومتطرز عليه اسمها. المنظر يصدمها ويأثر فيها كأن أمها كانت محضرة حاجة مخصوص ليها. تاني يوم الصبح لويس تحاول تكلم مايكل عن أمهم وعن الهمسات وعن الشخص اللي يمكن كانت بتكلمه. مايكل يقطعها ويقول مفيش فايدة من الكلام في الماضي ويتعصب ويمشي ويسيبها لوحدها مع أفكارها. بعدها لويس تدخل الحمام تحاول تهدى. صوت المية شغال بهدوء لحد ما تسمع صوت الباب وخطوات بطيئة. تتردد تمسح البخار من على الستارة وتشدها. تلاقي أبوها واقف وعينه بيضة وجسمه بيترعش. فجأة يهز راسه بعنف. لويس تصرخ وتنادي مايكل. مايكل يجري يدخل بس الحمام فاضي وأبوهم اختفى. لويس تقعد في ركن تترعش وتعيط. بعد شوية تحكي لمايكل اللي شافته. يحاول يواسيها ويعرض يسمعها لكنها ترفض وتمشي. وهو بيطلع حاجة تقع من سرير أبوهم، مذكرات
مايكل ياخدها ويقول للويز انها بتاعت امهم، ولما تسأله قراها ولا لا يقول انه بص بس على اخر صفحة. الصفحة كانت بتتكلم عن شخص في الضلمة بيستنجد وبيقول انه بيقتل ابوهم، وفي الاخر امهم فضلت تكرر كلمة واحدة: الشيطان. يوم الخميس لويز ومايكل قاعدين سوا في استوديو امهم وسط حاجاتها القديمة. مايكل يستغرب ازاي امهم شنت نفسها. الشرطة قالت انها وقفت على حوض الاستحمام، بس لويز بتأكد انها كانت شالته قبل اليوم ده، وكمان كانت الام متعلقة على ارتفاع كبير عن الارض. مفيش تفسير واضح. لويز تفتح المذكرات وتقرا سطور بصوت عالي. امهم كانت كاتبة انها بتسمع اصوات، صوت منهم خلاها تتمنى الموت، وان حتى وهي قافلة الباب كان بيدخل. مايكل يتضايق ويطلب منها توقف، لكنها تكمل بصوت مهزوز تقرا عن حاجة بتطلع على السرير بتأذي ابوهم وبتضحك عليها، وعن احساسها انها ميتة من زمان. المشهد يتنقل لمكتب هادي. مايكل ولويز بيقابلوا الطبيب الشرعي يقول لهم انه لقى كذا صليب صغير في جيب امهم. لويز تستغرب لانه امها عمرها ما كانت متدينة. في نفس الليلة لويز تقعد جنب سرير ابوها وتدلك ايده، فجأة يكح جامد وهي قربت منه، تتفزع لما عنكبوت يخرج من فمه، تبعده بسرعة ومايكل يدخل يجري يسأل مالها. لويز لسه مصدومة تقول انه مجرد عنكبوت، رغم انها نفسها مش واثقة اللي شافته كان حقيقة ولا لا. بعدها بوقت مايكل نايم والنور في اوضته يولع لوحده، يقوم يشوف الممر مفيش حد، يطفي النور ويرجع ينام. بعد لحظة النور يشتغل تاني، يتضايق ويقوم، ولما يبص من الشباك قلبه يقف. امهم بره طايره فوق الارض وبتبتسم، وبعدها صوتها يبدا يدندن بهدوء من جوه الاوضه. مايكل يلف ببطء ويفتح النور، ولما يبص تاني ما يلاقيش حد. صباح يوم الجمعه لويز تصحى وتدخل الحمام، تلاقي على وشها روج، فتتفزع وتفركه بسرعه وتجري على اوضه ابوها وتلاقي انبوبه الروج مرميه على السرير. قبل ما تستوعب التليفون يرن، ترد بس تسمع رساله بتقول ان الرقم غير صحيح. تقف وهي محتاره. التليفون يرن تاني وصوت مألوف يهمس لها انه قال لها ما تجيش. الرعب يتمكن منها فترمي السماعه على الارض. في نفس الوقت مايكل يرجع البيت ويلاقي كاهن واقف بره تحت المطر، واضح انه عارفه. من غير كلام يديله صليب صغير زي اللي اتلاقى في جيب امهم. بعد شويه الكاهن يقعد معاهم في البيت ويقول انه كان يعرف امهم وكانت دايما خايفه ووحيده، وهو كان بيزورها لما تحتاج مساعده. مايكل ولويز يتبادلوا نظرات قلق، كلامه شكله صادق بس في حاجه مريبه. الكاهن يصر انه كان بس بيحاول يساعدها وانها كانت محتاجه حد يسمعها. في الاخر مايكل يطلب منه يمشي، بس قبل ما يخرج الكاهن يلف ويقول بهدوء ان الشيطان مش بره، ده موجود جوه البيت. في الليلة دي لويز تمشي ناحية الحظيرة وهي شايلة مذكرات أمها. في نفس الوقت مايكل يكلم مراته ويعترف إنه تايه ومش عارف لويز عايزة إيه، وكل اللي نفسه فيه إنه يرجع بيته، ويعترف إن أمه كانت آخر حاجة ربطاه بالمكان ده. جوه الحظيرة لويز تفتح المذكرات وتقرا سطور وبتقول إن في حاجة بتراقب وبتستنى موجودة في كل حتة، والجو يتقل فجأة وصوت زجاج بينكسر يقطع الصمت. تلف تفتكر مايكل بس تلاقي ظل أسود بيتشكل وبيطول وراها. بعدها الإخوات يقعدوا مع بعض يحاولوا يفهموا اللي بيحصل. لويز تصر ان امهم ما كانتش مجنونه وانها يمكن شافت حاجه فعلا. مايكل يتردد وبعدين يعترف انه مصدقها، وبيقول ان شاف امهم بره شباكه الليله اللي فاتت، بس اللي شافه ما كانتش هي بجد. في نفس الليله مايكل يصحى على اصوات غريبه بره، ويلاقي لويز واقفه عند الشباك بتراقب، تهمس ان في حاجه بره. بيبصوا بحذر وبيشوفوا الكاهن واقف. مايكل يفتح الباب ويساله جاي يعمل ايه، لكن الكاهن يطلب منهم يخرجوا بنبره هاديه بس مرعبه. لويز توجه كشافها على الكاهن وتتجمد مكانها، وشه مشوه وشكله اقرب للشيطان. بصوت واطي ومخيف يسالها لو عاوزه حبل. في اللحظه دي التليفون يرن، لويز تترعش وفي الثواني القليله دي الكاهن يختفي. مايكل يجري بره يدور عليه بس مفيش اي اثر. التليفون يرن تاني، مايكل يحذرها ما تردش لكنها ترد وما تسمعش حاجه، فترمي السماعه بعصبيه وبعدها تفصل الخط خالص. بعد شويه يبان ان تشارلي الجار كان بيحاول يكلمهم. لما يرجع بيته اصوات غريبه تملى الضلمه. يمسك بندقيه الصيد ويمشي بحذر في الصاله، وفجاه يقف قدامه لويز او حاجه شبهها. الشكل يبص عليه ويمرر السكينه على ايده. تشارلي يسالها عايزه ايه. الكيان يقرب
يقرب ويوشوشه وبعدين يتهموا انه السبب في اللي حصل له. بعدها يقطع رقبته قدام عينه. تشارلي بعد ما يغلبه الرعب يحط المسدس في فمه ويضرب نفسه. تاني يوم الصبح مايكل ولويز يدوروا في كل مكان ومش بيلاقوا اي اثر للكاهن. يقرروا ياخدوا ابوهم ويمشوا من المكان. بعد شويه دكتور يجي يكشف على الاب ويحذرهم من نقله لانه خطر كبير. بعد ما يمشي مايكل يتكلم مع الممرضه ويسالها لو دايما بتشوف الناس في اضعف لحظاتهم. تقول انها بتشوف الضعف بس بتشوف الحب كمان، واحيانا بتبقى هي الوحيده الموجوده لما حد يموت، وان اسوأ حاجه ان الواحد يموت لوحده. مايكل يفتكر كلام امهم وانها كانت حاسه ان حاجه وحشه هتحصل لها. الممرضه تقول له انها عارفه انهم مش مؤمنين بس هي مؤمنه بالله وبان في شر في الدنيا دي بس في حب كمان، والحب بيحمي الروح. في نفس الليله القطيع يهرب من الحظيره. بعد شويه ترجع معزه مصابه وبتعرج على 3 رجول. لما مايكل ولويز يفحصوا المكان يلاقوا باقي القطيع مذبوحين. لويز تقول ان الذئاب عمرها ما تعمل كده. مايكل يفكر يكلم الدكتور تاني بس لويز تفكروا بتحذير امهم انهم ما يجوش هنا يحرقوا الجثث، ويقول انه هيتصرف فيهم. قبل ما يمشي مايكل يطلب من لويز تفضل مع ابوهم وتعترف انها خايفه وهو يقول انه خايف زيها. بيروح الحظيره. جوه تجيله مكالمه من مراته بيكي. بعدها مباشر اصوات غريبه تبدا، همسات وهدير وبعدين صمت تام. من الضلمه يسمع صوت امه بتغني. الصوت يقرب وبعدين يصرخ طالب منه تكلمه. الرعب يمسك مايكل يقع على الارض وكان هيجرح نفسه في رقبته لكن يقف في اخر لحظه. بعد شويه لويس تشوفه داخل البيت وشه شاحب وجسمه بيترعش. يقعد على السرير مرعوب. في نفس الليله لويز نايمه وباب اوضتها يفتح بالراحه. تسمع خطوات وشيء بيطلع على السرير. تشوف شبح غامض فوق ابوها. تلف راسها مرعوبه وتلاقي ابوها متثبت في السقف وبيصرخ من الالم. يصرخ لهم يهربوا وفجاه تصحى وتكتشف انه كابوس. دلوقتي صباح يوم الاحد. لويس تلاحظ علامات غريبه حوالين رقبه ابوها. تدور على مايكل وما تلاقيهوش. حد بيخبط على الباب. تفتح تلاقي بنت صغيره بتقول انها حفيده تشارلي وانهم حاولوا يكلموهم ومحدش رد، وبهدوء تقول لها ان تشارلي مات. لويس بتتصدم. في اللحظه دي ابوها يكح. لويس تسمح للبنت تدخل بس نبره صوتها تتغير فجاه وبتبتسم بخبث وبتقول لها انها شايفه الريحه وانه قريب يتعفن. الخوف يتمسك من لويس فتجري على اوضه ابوها. لما ترجع البنت تكون اختفت. فجاه تظهر وراها تبص لها مباشر وبعدين تختفي في الهواء. لويس تقفل الباب بعنف وتحاول تكلم مايكل بس المكالمه تروح على البريد الصوتي. الممرضه توصل وتلاحظ رعبها. من غير كلام كتير تولع شمعه عليها صوره المسيح وتحطها جنب سرير الاب. لويس تحاول تكلم مايكل تاني من التليفون الارضي. يرد اخيرا ويقول انه خلاص مشي. لويس تتصدم وتساله ازاي يسيبها ويمشي. مايكل يقول ان مراته وعياله محتاجين له وانه بيحبهم. وهم بيتخانقوا الممرضه قاعده جنبهم وبتخيط. وفجاه تتجمد في نص الغرزه عنكبوت يطلع على وشها والهمسات تملى الاوضه. في نفس اللحظه مايكل يتوسل للويس تسيب البيت وتنقذ نفسها قبل ما الخط يقطع. بعد لحظات لويس تسمع صرخ حاد. تجري ناحيه الصوت وتتصدم بالممرضه وهي بتغرز الابره في وشها بجنون. قبل ما لويس تلحق تعمل اي حاجه الممرضه تطحن الابره في بطنها وبضربه تانيه توقعها فقد الوعي. بعدها ترجع للصاله تفقع عينها وبعدين تقع على الارض وتموت. في نفس الوقت مايكل يرجع بيته في مكان بعيد ويشوف منظر مرعب. بنتين الاتنين مرميين بدون حركه ومراته قريب منهم ماسكه سكينه. الحزن بيكسره فبيخلص على نفسه لكن في اخر لحظه يفهم الحقيقه الصدمه. كل اللي شافه كان وهم صنعه الكيان للاسف. عيلته الحقيقيه تدخل بعد ثواني وتلاقيه ميت. بيكي تصرخ وهي بتستوعب اللي حصل. نرجع للمزرعه. لويس تفوق ببطء. جسمها كله بيترعش من الوجع. تحاول تهرب لكن تقع من على السرير. لما تسمع كحة ابوها الضعيف ما تقدرش تسيبه. تزحف وترجع اوضته تعتذر له بهدوء وتوعده انها مش هتسيبه. فجأة تسمع صوت مايكل بيستغيث ومعاه همسات وصدى مرعب يملى الاوضه. لويس تصرخ في الكيان اللي مش شايفاه تطلب منه يسيبهم في حالهم. الشمعة اللي كانت الممرضه مولعاها تترعش وبعدين تطفي ونفس ابوها يبدأ يهدى ببطء. لويس تمسك ايده وتقول له انها بتحبه وتأكد له تاني انها هتفضل جنبه. ومع اخر نفس ليه الصمت يسيطر
يسيطر على الأوضة. بعدها من الضلمة صوت أمها يبدأ يغني، صوت ناعم غريب وفي نفس الوقت مألوف. قبل ما لويس تتحرك حاجة تمسكها من ورا، صرختها المرعبة تملى البيت الريف الفاضي. وده بيكون ختام الفيلم. النهاية بتسيب رسالة تقيلة، الشر مش دايما جاي من بره، أحيانا بيبقى مستنيك جوه. وبس كده، لو عجبك الفيلم اضغط على الاعجاب واشترك بالقناة وفعل الزرار بتاع الجرس. سلام.